من زمان كنت أسمع أن الذين كاتبوا الحسين ثم قاتلوه هم من الشيعة، بس لما بحثت بالمصادر الشيعية والسنية اكتشفت المصيبة اللي ما كنت أتوقعها. راح أنطيكم خلاصة البحث، شوفوا وحكموا بنفسكم. ذكرت لكم قبل حلقتين رواية ذكرها البلاذري، حدد الإمام الحسين بهاي الرواية بعض أسماء اللي كاتبوا ثم قاتلوه فيما بعد. رواية متفق عليها عند الشيعة والسنة، وذكرنا أول شخص وثاني شخص، نجي لثالث شخص ذكر الإمام وهو قيس بن الأشعث. هذا أخواني هو وعائلته كلهم معادين لأهل البيت، ما لقيت له لا هو ولا عائلته أي تنزيه بكتب الشيعة، وهو من قادة جيش عمر بن سعد. أخوان، هذا سلب رداء أو قطيفة الحسين بعد استشهاده، حتى سمي بسبب ذلك قيس قطيفة. شوف الدناءة. هذا والده كان من الخوارج اللي رفضوا الالتحاق بالإمام علي في النهروان، كما يذكر الإمام الباقر عليه السلام في رواية أبي حمزة ومالي، وكان لوالده يد في قتل الإمام وإثارة فتنة التحكيم الأشعث بن قيس. وأخته سمت الإمام الحسن عليه السلام جعدة بنت الأشعث، وخاله يصير أبو بكر الخليفة الأول، وعمته قتيلة زوجة النبي اللي ارتدت عن الإسلام، وأخوه محمد بن الأشعث من قادة جيش ابن زياد شارك بقتل مسلم بن عقيل، وكان يخوف الناس عن نصرة الحسين كما يذكر البلاذري. خوش عائلة شيعية هذه، عائلة معادية لأهل البيت من الألف إلى الياء. من دخلت على المناهج السنية لقيت تهمة مشاركتهم بقتل الحسين ومسلم بن عقيل كذلك ثابتة. الإمام الحسين نفسه أثبت هذه التهمة عليهم، وهذا الكلام مذكور في تاريخ الطبري من عرض ابن الأشعث الأمان على الحسين إذا نزل على حكم يزيد. ايش قال الإمام؟ إنك أخو أخيك، أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم؟ شاركوا بقتل مسلم، شاركوا بقتل الحسين. والغريب أخواني، أخوه محمد بن الأشعث المتهم بقتل مسلم ومحاربة الإمام طلع راوي للحديث، بل وثقه ابن حبان كتاب الثقات. شو يقولون عنه؟ كان يروي الحديث عن عائشة، وروى عنه الشعبي والزهري وسليمان بن يسار ومجاهد، وقتل على يد المختار، فهو من رواة السنة، لا شيعي ولا يم الشيعة أصلا. والده صحابي ولا معروف البني أمية. وابن سعد ذكر قيس بن الأشعث في كتابه الطبقات الكبرى، وتحديدا في الطبقة الخامسة من الصحابة. طبعا ذكر جرمه وأثبت أنه سلب قطيفة الحسين، وبسبب ذلك صاروا يسموه قيس قطيفة. بربكم ذول الشيعة